السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا بكم برنامجكم الأسبوعي حوار في ساعة. ضيفنا هذا المساء هو أحد القيادات الإعلامية الغنية عن التعريف، وهو الناقد والخبير في شؤون الكرة القطرية والعربية والدولية، والمؤسس لمجلة الصقر الرائدة في سنوات سابقة. سعد الأستاذ سعد الرميحي استضافتنا له هذه الليلة ستكون للحديث عن القضية الظاهرة، السير أليكس فيرغسون مدرب نادي مانشستر يونايتد الذي ودع حياة المدربين بعد 26 عاما قضاها مع النادي الإنجليزي الشهير، وكان خلالها رمزا يستحق التوقف والتدقيق والتعرف أكثر على القضية. نتابع معكم هذا التقرير. جاء إعلان سير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد اعتزاله التدريب في نهاية الموسم الجاري بعد أكثر من 26 عاما أمضاها في أولد ترافورد، ليفتح المجال أمام الكثير من النقاش وحالات من الجدل حول ما يمكن أن يكون للقرار من تداعيات، وحتى على مستوى السلبيات التي يمكن أن تظهر لاحقا على مستوى النادي الإنجليزي الشهير. واختار فيرغسون تتويج فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن تكون المباراة التي سيلعبها على أرضه أمام ويست بروميتش ألبيون في 19 من مايو الجاري بمثابة الوداع النهائي لجماهير الشياطين الحمر كمدربا. وقال فيرغسون الذي قاد ناديه في 1498 مباراة: قرار الاعتزال جاء بعد تفكير عميق، فهو ليس من القرارات التي يمكن أن يتخذها الإنسان بسهولة. أعتقد أنه الوقت المناسب. ويبدو أن النادي الإنجليزي وضع نصب عينه حدثا استباقيا عندما أعلن عن بقاء فيرغسون في النادي كمديرا حتى يتمكن من استمرار ذات الاستراتيجية التي كان عليها في السابق، ولا يزال يفضل التعامل بها في سنوات قادمة. وتولى فيرغسون المسؤولية في 1986 خلفا للمدرب السابق رون إتكنسون، ليقود النادي لفترة لا سابق لها من النجاحات، من بينها الحصول على 13 لقبا في الدوري الممتاز، و5 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وحينما بدأ فيرغسون مسيرته في أولد ترافورد كان النادي ينزوي في الظل وسط تألق غريمه ليفربول وقتها، لكن بعد بداية بطيئة فاز فيرغسون بأول ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 1992-1993، وأعاد النادي كقوة مهيمنة في كرة القدم الإنجليزية. كما ذاع صيت العديد من النجوم تحت قيادة فيرغسون، أمثال ديفيد بيكام وراين جيجز وبول سكولز، ونجح أيضا في استقطاب لاعبين بارزين مثل إيريك كانتونا وكريستيانو رونالدو ووين روني للقدوم إلى أولد ترافورد معقل المان يونايتد. أهلا بكم مرة أخرى. يمكنكم التواصل معنا وتوجيه الأسئلة ضيفنا الكريم على حساب البرنامج في تويتر الذي يظهر على الشاشة الآن. أبو محمد أهلا فيك، وأنا سعيد جدا أنا تكون معنا الليلة. حياك الله يا دكتور أحمد، وأنا أكثر سعادة، وأتمنى لك وأتمنى لقناة الكاس وجميع متابعيها التوفيق والنجاح الدائم بإذن الله. الله يخليك أبو محمد. أبو محمد، بالأمس كانت آخر مباراة للسير أليكس في الملعب أولد ترافورد، وكان الحضور جماهيري كبير، ووصلت التذكرة لحد الجرائد ذكرت وصلت 3000 يورو، وهي مباراة طبعا غير مهمة بالنسبة لها، ولكن مهمة أنها هي ستكون آخر مباراة. تعليقك عليها؟ 3000 جنيه تقصد؟ 3000 جنيه، الجريدة ذكرت 3000 يورو فيها. وأولا دكتور أحمد دعني أقول لك حاجة واحدة في البداية. أنا بمناسبة وجودي اليوم في هذا البرنامج أتقدم بخالص التهنئة وأطيب التمنيات لكل عشاق البي اس جي سواء في فرنسا أو في قطر،
بمناسبة تتويج هذا النادي ببطولة الدوري الفرنسي بعد غياب دام عقدين من الزمن. ولم يكن ذلك ليتأتى لهذا الفريق لولا أنه حظي بدعم كامل من الرعاية القطرية، والتي أثمرت صحيح في العام الماضي كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على البطولة وخسرها، ولكن هذا العام تمكن من الحصول على البطولة. فألف ألف مبروك للأخ العزيز ناصر الخليفي، وألف مبروك لجميع قيادات هذا النادي، ودعواتي لهم بالتوفيق. وفي نفس الوقت أنا أقول أيضا لكل عشاق ومتابعي القمر الأزرق، هارد لكم على خسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق ويغن. صحيح أنا شخصيا ما كنت أتوقع أن فريق مانشستر سيتي يخسر هذه المباراة، لكن نقول هذه كرة القدم، وخاصة في مباريات الكؤوس لا يوجد فريق كبير، إنما حتى الفرق الصغيرة تستطيع أن تقول كلمتها. وهذا لم يكن يأتي في الدوري الإنجليزي فقط فحسب، بل حتى في مسابقات كرة الكأس الاتحاد الإنجليزي، بل في كل المسابقات العالمية وكل المسابقات بالذات في بطولة الكؤوس. بالنسبة حق سؤالك، أنا لي حقيقة متابعة كبيرة مع نادي مانشستر يونايتد. أنا زمان كنت من عشاق هذا النادي ومحبي ومتابعي. أنا أذكر أني حضرت لمباراة وكان عمري لا يتجاوز 17 سنة، ومع الأسف تلك المباراة خسرها الفريق. أنا مش هقول أي سنة عشان لا أقول لك بالضبط، إذا ما خاب ظني كان تاريخها 27 أبريل سنة 1974. قيمة هذه المباراة على ملعب الأولد ترافورد بين فريق مانشستر يونايتد وفريق مانشستر سيتي. شاءت الظروف في تلك السنة في الانتقالات الشتوية أن مدرب مانشستر يونايتد يطرد دينيس لو من الفريق وينتقل إلى مانشستر سيتي، ويحرز الهدف الفوز بكعب ريلة على الخلف في مرمى يونايتد. ما قدر يكمل المباراة، بكى أنه يشوف فريق العملاق هذا يهبط للدرجة الثانية، وخرج وهو حزين. الجمهور أيضا لم يتحمل الصدمة أن هذا الفريق العملاق يونايتد يهبط إلى الدرجة الثانية، فنزل الملعب وكسر الملعب كله وخرب المباراة. وكانت يعني منافسة بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية. والله أنا أذكر يعني أن جيمي هيل كان يقدم البرنامج في البي بي سي، كان يطلع من الشاشة وهو كان غضبان وزعلان على هذه الحركات اللي صارت. تعرض الفريق لانتكاسات منذ تلك الفترة، لكن لما في 6 نوفمبر 1986 قررت إدارة النادي أن تتعاقد مع مدرب اسكتلندي جديد لعل يكون على يده فاتحة خير لهذا الفريق. وفعلا 6 نوفمبر جاء أو حل أليكس فيرجسون، هو اسمه ألكسندر فيرجسون، كمدرب لهذا الفريق وبدأ معه رحلة. السنوات الأولى كانت متعثرة، صحيح أول مباريات فاز وما شابه ذلك، لكن لم يحقق أي إنجاز. في سنة 1989 كانت هناك مطالب قوية في أن يجب ترحيل هذا المدرب والاستغناء عن خدماته من قبل جمهور النادي، من قبل النقاد، من قبل حتى بعض أعضاء مجلس الإدارة. ولكن للتاريخ أن رئيس النادي في ذلك الوقت هو الذي وقف وقفة صارمة مع فيرجسون وطلب أن يعطى فرصة. سنة 90 تمكن من الفوز على فريق كريستال بالاس في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الإعادة بجول براين روبسون، وعطته شوي حفظت له ماء الوجه. سنة 91 الفريق وصل إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الأوروبي لأبطال الكؤوس، وتمكن من التغلب على فريق برشلونة أعتقد 2-1 أو 1-0. كانت هذه هي الرهان اللي راهن عليه المدرب، أن هذا راهن على رئيس النادي أن هذا المدرب بالإمكان أن يصنع شيء. الآن يونايتد خذ بطولة الكؤوس لأول مرة، هو صحيح أنه فاز فيها سنة 68 لكن بطولة الدوري بعد أن تغلب على فريق بنفيكا في لندن 4-0 أو 4-1. ثم 92 هنا فيرجسون أطلق تصريح قال أن أنا أوعدكم أن احنا حنفوز ببطولة الدوري الإنجليزي. 92 ما تمكن من أن يحقق أي بطولة، لكن عين الخبير الذكية البصيرة حطت الفرق الإنجليزية كلها قدامه هو السير، وعرف نقاط الضعف ونقاط القوة أين. هو صحيح في 92 جاب بيتر شمايكل كحارس مرمى استعان فيه وسجلها على فريق يونايتد، لكن اكتشف بأن الذي فاز ببطولة الدوري في ذلك العام هو ليدز يونايتد. وفريق ليدز يونايتد صحيح أنه فريق عريق، ولكن سبب فوزه أن هناك لاعب فرنسي اسمه إريك كانتونا هو يلعب مع النادي، فقرر أنه هو لازم يشتري هذا اللاعب ويضمه عق مانشستر يونايتد. طبعا أي لاعب اليوم في العالم يقولون لنا والله من نادي مانشستر يونايتد راح يبغيك راح ينتقل له على طول مهما كانت المقريات اللي قدامه. الله
لكن يعني ذاك نادر. الوقت كان سهل الانتقال له، كان فريق بدون انجازات. المبالغ اللي اندفعت كان اعتقد 1,200,000 جنيه. 1,200,000 جنيه. اي سنه 93 موسم 92 93 دفع 1,200,000 جنيه وخذ إيريك كانتونا من ليدز يونايتد وجابه الى مانشستر يونايتد. وفعلا بدات البدايه منذ ذلك العام. فاز ببطوله الدوري 94، فاز ببطوله الدوري والكاس 95. صارت المشكله والقضيه الكبيره اللي اعتدى فيها إيريك كانتونا على احد مشجعين كريستال بالاس وتم ايقافه لمده 180 يوم، وكان مقرر ان يسجن لمده 14 يوم. لكن سجن نجم ولاعب كبير ليس بالامر سهل، فقررت المحكمه انه ملزم ان يؤدي خدمه الى المجتمع لمده 14 يوم، او ضعفوها خلوه 28 يوم مقابل انه يوقف عن اللعب لمده الفتره. فخسر يونايتد بطوله الدوري ومنح راحت لبلاك بيرن بفارق نقطه واحده. انا اذكر لو مباراه ويست هام في ذلك الوقت تقلب فيها يونايتد على ويست هام لاخذ الدوري، لكن فارق نقطة واحدة تمكن بلاك بيرن، وبلاك بيرن كان معاه آلان شيرر، وكان آلان شيرر واحد من أحسن لعيبة كرة القدم الإنجليزية في ذلك الوقت وفاز. طبعا السير المدرب قدر يكتشف الأخطاء في الفريق فبدأ يصلحها. 96 فاز ببطولة الدوري مرة ثانية، 97 فاز ببطولة الدوري، 98 فاز فيها الأرسنال. كان أرسن فينجر جاء بعد 10 سنوات من قدوم السير السير أليك فيرسون كان 86، فينجر وصل 96 لأرسنال وبدأ بصماته تطلع على الفريق في 98. محمد قبل أن نواصل عن التاريخ هذا، صراحة أنا أول شيء بعترف لك بشغلة. أنا مرة سمعت لك مداخلة على التليفون وكنت تذكر بعض النقاط. أنا صراحة للأمانة توقعت أنه مستحيل أن يكون عندك ذاكرة هذا، فقلت أكيد يقراها، ولكن بعدها شاهدتك على التلفزيون. أنا أهنيك أصلا على هالذاكرة، وما شاء الله الله يحفظ ذاكرتك، وفعلا يعني ذاكرة قوية جدا. هو الحب ويعني دكتور أحمد، هو الإنسان إذا حب الشيء، أنا مقتنع فيه، إذا حبيت حاجة وقصت فيها في بحرها وتابعتها ورحت. أنا تعبت حق على حياتي، في حياتي تعبت كثير. أنا أنفقت كثير من يعني فلوسي على شراء مجلات وكتب وما شابه ذلك. أنا كنت أحضر مباريات، أحاول قدر الإمكان أتواجد في المحافل. يعني هي أي واحد يقدر يسويها، وتلقى العكس. أنا على يقين لو أنت بحثت تلقى من أحسن مني. والآن ما شاء الله تبارك الرحمن جيل، ما شاء الله عليك، أنت مكسب طالع. يعني وثروة، يعني عندك معلومات جدا دقيقة ومتأرخة بصورة يعني لا ليس الكثير يملكونها يعني. الله يسلمك. أبو محمد، يمكن البعض يقول أن السير وفر له جميع الإمكانيات، وفرت له، هو صاحب اليد العليا في مانشستر يونايتد، لذلك استمر وحقق النجاحات. ولكن لو هو في الأندية سهل جدا أن تشتري لعيبة وتعدل وتفوز، لكن لو مسك منتخب ممكن يكون الوضع مختلف. هو الله يسلمك، بعد خسارة فريق منتخب إنجلترا لسنة 96 طرح اسمه 96 خلينا أقول لك في بطولة الأمم الأوروبية التي أقيمت في إنجلترا وفاز فيها في المنتخب الألماني وخرج منتخب إنجلترا من الدور قبل النهائي. كان طرح اسم السير أليك فيرسون إنه يدرب منتخب إنجلترا، ولكن ما صاد نصيب، ما حصل على هذا. اتوقع لو كان مسك منتخب ممكن يحقق ما حقق مع علم الغيب موجود. أنا أحترم في الرجل شخصيته، هو فرض احترامه على الجميع. حتى يوم النادي في 2005 تم بيعه لعائلة ستلينجر أعتقد الأمريكية، ما تدخلوا في الفريق لأن شخصية هذا المدرب لم تسمح لهم بالتدخل، رغم أنهم قيل أنهم شروا النادي علشان يبيعونه، ولكن الإنجازات الضخمة اللي قاعد يسويها الفريق أجبرتهم غصب أنهم يحترمون هذا المدرب ويخلونه. حتى في الاختيار أنت لاحظ اليوم من جابوا ديفيد مويس مدرب يكون خليفة. ليش ديفيد مويس؟ لأن عراقة نادي مانشستر يونايتد وتاريخه لا يقبل وجود مدرب خارج بريطانيا. ما يقبل ان مدرب يجيهم مع ان مورينهو الملاك مش انجليز، يجيهم مورينهو، يعني مع احترامي وتقدير كل المدربين، مورينهو او ارسن فينجر فرنسي او برتقال ما يقبلون. هم يظل يعني التراديشن مالهم، ثقافتهم، تقاليدهم، ان لازم المدرب هذا الفريق يكون من بريطانيا، من جزيرة بريطانيا. فاختاروا ديفيد مويس انه يكمل مشوار، فهو على هذا الاساس انطلق. لكن ايضا انت احب ادخلك في جزئيه هنا، ايضا هناك مدرب اخر عظيم مر على يونايتد اسمه مات بيزلي. هذا قصته انه هو استمر في تدريب الفريق سنوات طويله، 24 سنه من 45 ل 69. يعافي عليك، يمكن الفتره هاي بالضبط هو اللي مسك فيها الفريق. لكن جمال القصه في وين؟
جمال القصة أنه في فبراير 58 سقطت طائرة اللي تقل فريق مانشستر يونايتد بعد مباراته مع فريق ريد ستار في يوغوسلافيا. حطت الطيارة في ميونخ تزود بالوقود، طارت فاصطدمت البيوت، وقعت، ماتوا ناس. من ضمن اللي نجوا بوبي شارلتون ومات بيزلي المدرب. هذا المدرب بعد 10 سنوات هو الذي قاد فريق مانشستر يونايتد ليفوز على بنفيكا وياخذ بطولة كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري، ولذلك منح لقب السير. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أنه يعيش فترة حزينة منذ 67 آخر بطولة فاز فيها مانشستر يونايتد حتى سنة 1993، وأغمضت عينيه، يعني انتقل إلى رحمة الله، توفى في 20 يناير سنة 1994، يعني كحل عيونه قبل لا يموت. البطولة الأخيرة مع بطولة الدوري. وأيضا من الصدف العجيبة أن المباراة التي أقيمت في 26 ماي سنة 1999 بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بايرن ميونخ على بطولة الشامبيون ليج على نيو كامب في برشلونة، كان وفاز فيها يونايتد في تلك البطولة بهدفين مقابل هدف واحد. كانت تصادف ذلك اليوم عيد ميلاد مات بيزلي. فكل الأحداث يعني تتداخل مع بعضها البعض وتقدم لك توليفة فيها أن هذا النادي العظيم، هذا النادي العملاق، يعني الروح اللي مر فيها، الحياة اللي مر فيها، الطريقة اللي تكاتفت فيها أعضائه، هي حققت له هذه الإنجازات الكبيرة وحققت له هذه المكاسب بشكل عام. يعني احنا لو قارنا ريال مدريد وبرشلونة أو الأندية الأخرى مع مانشستر يونايتد، نجد أن ريال مدريد غير 14 مدرب من 1986، برشلونة 7، بايرن ميونخ 17 مدرب، ليفربول 8 مدربين. هل إدارة مانشستر يونايتد، يعني السياسة اللي تمشي فيها، رغم أنه أحيانا الفريق ينزل مستواه ولا يحقق بطولات، ولكن يصرون على هذا المدرب ويبقى؟ بالإضافة نقطة مهمة أن في لعيبة كبار، لما صارت مشاكل مع المدرب مثل ديفيد بيكم، ذهب ديفيد بيكم وظل السير. كيف الإدارة، يعني هذه الإدارة كيف تفكر، كيف تعمل؟ أنا حقيقة يعني مثل ما يقول مثلا أنا أرفع القبعة لهم. هو الرجل فرض احترامه أولا، خلينا ندرك، فرض احترامه وتقديره. بس بعد دكتور، ليس احنا خلينا ناخذ الجانب، اذا اخذنا الجوانب هذه انه والله النادي فلان والنادي فلان ابعد 18، ابعد 9 مدربين. طيب نوتنغهام فورست لم يبعد مدربه حتى لين مات. براين كلوف مدرب نوتنغهام فورست بدا معاه، هو تصور هذا المدرب الذي قاد هذا النادي اللي يملكه اليوم واحد من عائله حساوي الكريمه في الكويت، هو يملك نادي نوتنغهام فورست حاليا. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب. هو يلعب في يعني الدرجه الاولى. كان في هذا فاز ببطولة انجلترا دوري انجليزي عام 77، تصور، وفاز ببطولة الدوري الانجليزي طبعا صعد 77، فاز ببطولة الدوري الدرجة الأولى اللي كان قبل البرايمير ليج 78، فاز ببطولة الأندية الأوروبية أبطال الدوري سنة 79. يعني تخيل أنت في 3 سنوات هذه ما عمره سواها نادي، إنجاز وراء إنجاز، إنجاز درجة أولى، إنجاز درجة الثانية، الدرجة الأولى الدوري الأوروبي. هذا النادي يشهد لي هذا المدرب براين كلوف، هو على فكرة درب أعتقد ليدز يونايتد أو كوفنتري أو ديربي كاونتي 44 يوم وطردوه، ما تحملوه، مشوه. لما جاء حق نوتنغهام فورست وضع سياسة الضبط والربط، هو حازم فيها، فقدر يقود الفريق لحقق إنجازات. هو أول مدرب في تاريخ الكرة الإنجليزية يكسر حاجز المليون. زمان الانتقالات كان أقل من مليون، لكن لما جاب تريفر فرانسيس من برمنغهام على نوتنغهام فورست كان دفع فيه مليون. أول مدرب يقنع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضرورة أن يشارك اللعيبة السمر معاهم، كان الأول ممنوع إلا اللاعب اللي كنا أبيض عنصرية، يعني كان سياستهم هذه. ففي 29 نوفمبر 1978 فيف أندرسون الظهير الأيمن مال نوتنغهام فورست لعب مع منتخب إنجلترا لأول مباراة أمام فريق تشيكوسلوفاكيا. وطبعا تشيكوسلوفاكيا الفريقهم دائما له قصص غريبة في كرة القدم. تشيكوسلوفاكيا لعب هذه المباراة اللي قلت لك أول لاعب أسمر، تشيكوسلوفاكيا هم اللي لعبوا مباراة اعتزال بيليه، يعني قبل نحل تصير أكثر من دولة، لكن في القديم دائما هم يعني لهم طرف في الأشياء مثل ما يقول القريبة اللي تصير في تاريخ كرة القدم. محمد اسمح لي بس، يعني احنا بنوصل، احنا سألنا إعلاميين العرب كيف حيكون حال مانشستر يونايتد بعد رحيل السير، وهم جاوبوا علينا في خلال هذا التقرير. نشوفه مع بعض ونرجع ونستكمل حديثنا إن شاء الله. نشوف التقرير مع بعض.
بمثابة الرئيس، المدير الفني، رئيس الفريق، هو المتحكم في كل شيء، زي رئيس الجمهورية. هو السلطة الأعلى في مانشستر يونايتد كان رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية كان السير أليكس فيرجسون. فمن الصعب جدا انك تتنبأ بمصير نادي كان كل شيء فيه السير أليكس فيرجسون. حتى الخليفة بتاعه الآن ديفيد مويس لا يملك نفس الخبرات، لا يملك نفس القدرة على السيطرة على النجوم، ودي شيء مهم جدا. صحيح، قعد 27 سنة أو 26 موسم. خلاص، مش هقول لك بقى، يعني تكاد تكون المدرجات نفسها حفظته، مش اللعيبه كمان. اللعيبه ممكن في لعيبه كتيره جت مع فيرجسون واعتزلت ومشيت، لكن المدرجات بتاعت الملعب اكاد تكون حفظت اسلوبه. فانا بقول لك ممكن يحصل احتساس في المستوى، لكن انهيار بعد كلمه انهيار ما يحصلش. ومن السهوله جدا انك تجيب مدرب جديد ويبدا يتعامل مع الفرقه، زي ما بقول لك ممكن ياخد وقت، لكن ما يحصلش الانهيار اللي ممكن الناس تتخيله. نتحدث عن أسطورة حية بالفعل ولكن ما بعد أليكس فيرجسون؟ هنا سؤال صعب جدا، ومن الصعب أن يكون المان يونايتد بصبغة أليكس فيرجسون، هذا مستحيل. ولا لا أتحدث عن انهيار المان يونايتد، لكن نهاية أسطورة، نهاية تجربة مختلفة، تجربة مميزة، تجربة لا مثيل لها في عالم كرة القدم إلى حد الآن. نتصور اللي فما تأثر باش يصير في المان بعد خروج أليكس فيرجسون، غيانكم من الناحية الذهنية، لأنه المدرب هذايا عنده برشا امباكت على ملاعبيته وعنده برشا قرب. نذكروا حتى رونالدو وقت اللي خرج من المان، معناها كل ما يحكي على أليكس فيرجسون، يحكي معناها قداش أثر فيه، قداش حصل له معناها مردود والكل. نتصور اللي حقيقة معناها فما انكرو باش يصير كيما صار معاه. كنت تتذكر مدرب اوكسير اللي قعد لمدة 26 سنة أيضا على رأس الفريق. أخطأوا نعم، لأن على الأقل تجهز لك بديل. وهم أعتقد نفس الأخبار اللي أنا سمعته ولا تابعها على تويتر، أن راحوا لخوسيه مورينو بس رفض. هاي اللي سمعته أنا. فالبديل الثاني كلهم ديفيد مويس. فالبديل عادة كمدرب ما تقدر تجهز بديل. نادي كبير مثل مانشستر يونايتد لن يتوقف على اي مدرب، خصوصا انه فيرجسون وضع الاساس لسنوات مستقبليه كبيره، خصوصا ان اغلب لاعبين الفريق من صغار السن. تلك هي سنة الحياة، هذا امر اكيد. لكن اعتقد انه حتى من الناحيه النفسيه لدى اللاعبين ولدى المشرفين ولدى الاداره ولدى الجمهور خاصه، ان يشاهدوا رجلا جديدا مدربا لمانشستر يونايتد سيكون امر جديد ومحفوف بالمخاطر حتى بالنسبه للمدرب الجديد. السير أليكس فيرجسون لما تم التعاقد معه في مانشستر يونايتد في 6 نوفمبر 86 ذكر كلمه، قال: ساستمتع في كل لحظه اقضيها في الأولد ترافورد. هذه الكلمه مرت عابره عند الناس، مرت مرور الكرام، لكن في هذا الوقت هي كلمه معبره جدا. انا اعتقد ان فيرجسون كل هذا التاريخ مع مانشستر يونايتد قدم رسائل للناس، قدم رسائل كثيرة في بطولات التي حققها، في كل البطولات التي باستطاعت مانشستر يونايتد المشاركة فيها حققها، يعني لم يعد لقب ما حققها. هذه الاستقالة حضرت في الوقت المناسب جدا، وهو في القمة يحقق الدوري، لم يعد أعتقد المزيد من الوقت يسعف لكي يحقق أكثر. لا أعتقد أن مانشستر يونايتد هو بالمناسبة أكثر مدرب قضى فترة طويلة مع مانشستر، قبل كان مات بازبي قضى 24 سنة. فمانشستر ليس الفريق اللي صعب يجد مدرب. أعتقد حتى وإن كان مدرب لم يسبق له أن يتعامل مع فيرجسون كمساعد، هو تعلم من فيرجسون كما تعلمنا ونحن على بعد الآلاف الكيلومترات. اهلا وسهلا بكم مره اخرى. هو رئيس جمهوريه مانشستر يونايتد. يعني احنا ما يعني فعلا يا محمد ما في حد احنا نشوف الا السير في كل حاجه. هو من يختار اللاعبين، حتى هو من اختار المدرب الذي سيخلفه. هل وجوده بهالصوره وانسحابه الان سيتاثر النادي؟ شوف، في مثل دام احنا نؤمن فيه يقول بان الوصول للقمه صعب، لكن المحافظة على القمة هو الأصعب، وهذا أمر طبيعي يعني. وإحنا نؤمن دائما بالذات اللي يتابعون كرة القدم أن كل فريق يطلع لابد فترة من الفترات يهبط. يمكن ظاهرة مانشستر يونايتد كانت ظاهرة فريدة على سبيل المثال، أنه قدر رغم الظروف بعض الأحيان اللي مر فيها إنما يتقلب عليه. يعني 2005 تشيلسي رجع بعد غياب 50 سنة وأخذ بطولة الدوري. 2006 تشيلسي حافظ على بطولة الدوري. قبلها
كان 2004 أرسنال خذ بطولة الدوري، يعني 3 مواسم يونايتد كان بعيد كل البعد عن البطولات، ومع ذلك إدارة النادي صبرت عليه. عندها قناعة أن بهذا المدرب عنده فيجن وعنده خطة حيتقلب عليها. فعلا يعني باقي الأندية لم تصمد، يعني تشيلسي دخلوا في خلاف يعني عقيم ما له داعي مع مورينهو، وتم الاستغناء عنه وسط الموسم. هذا يعتبر نوع من يعني سوء الإدارة. يعني أعتقد يعني هو تشيلسي مع الأسف، يعني رغم أن هذا النادي كبير وكذا، لكن كثرة تغيير المدربين بالسرعة ذي خطأ كبير. أنا لا أؤمن فيه. أنا أهنئ على سبيل المثال نادي الأرسنال اللي محافظين على أرسن فينجر. يمكن عيبهم الوحيد أنه ما ينفقون فلوس يشترون، لا هم دائما ينظرون أن النادي محقق أرباح. السنة دي أظن 168 مليون جنيه أعلنوا عنها، يعني يحقق أرباح فلوس، لكنه ما ينفق في شراء لعيبة. ما عنده الآن يستثمر في اللعيبة، ما يشتري. يعني واضح أنه هو يعني يطلع لعيبة صغار رغم أنه يلعبون كرة ممتازة، شهادة الله. يعني الأرسنال من أحسن الفرق اللي تتمتع فيها، بتشوف جمال كرة القدم فيها، لكن ما في نتائج. خاصة فان بيرسي، يعني على سبيل المثال لما قطت عليه زوجته ونصحته قالت لازم أنت الآن وصل عمرك 29 سنة، يعني الكارير مالك تجربتك في الملعب إلى متى بتلعب مع فريق ما جبت ما حققت في إنجاز، فلازم تدور لك فريق في إنجاز. فلذلك فضل ينتقل إلى يونايتد لأن حيحقق مع إنجاز. وفعلا يعني أنا أعتقد السنة دي على سبيل المثال من الأسباب المباشرة القوية التي خلت فريق مانشستر يونايتد يفوز ببطولة البريمير ليج في إنجلترا هو وجود فان بيرسي معاه. فعلا لاعب فذ ولاعب قوي، وقدر بشخصيته الحلوة في الملعب يفرضها، حتى أن لو لاحظت أنت أن مستوى روني بدأ ينخفض في ظل وجود هذا النجم الكبير. أيضا أنا أعتقد بعد السير ذكي الآن لما ترك يدرك أن هناك أندية بلد تدخل فيها المال الفلوس، واليوم في كرة القدم قدر ما تنفق قدر ما تحقق نتائج. ما عادت الأندية يعني الدوري الإنجليزي زمان يمكن ما لحقت لأن أنت صغير أحمد ما تعرف من هو بطل الدوري السنة، يطلع لك ديربي كاونتي بطل الدوري، ديربي هذا نوتنغهام الحين ندورهم كلهم في الدرجة الثانية بعضهم نازل، نوتنغهام فورست بطل الدوري، ساوثهامبتون بطل الكاس. ولكن الآن معروف الآن تقدر تتوقع من 3 أندية. لا يبقى انحصر الصراع من يوم بدأ براير ميليك 93 إلين 2005 بين 2 بس، يونايتد أرسنال. بالغلط طلع بلاك بيرن 2005 فاز بالبطولة وحين نزل درجة ثانية، هذا بالغلط طلع. الباقي انحصر بين ناديين لين جاء براموفيتش وشارى تشيلسي انفق في فلوس مانشستر سيتي قدر طلع. عقب جاء الشيخ منصور واشترى مانشستر سيتي فطلع، فاصبح عندك الان 4 أندية تستطيع ان تقول. النادي اللي انا مصاب بحسرة عليه واتمنى يعني في يوم من الايام انه يجد له مستثمر قوي هو ليفربول. هذا النادي العظيم، هذا النادي العملاق، هذا النادي الفذ، هذا النادي اللي قدم ايضا فطاحل من المدربين. بيل شانكلي كان من خيرة المدربين، بوب بيزلي اللي على يده حققت الكرة الإنجليزية إنجازات فريدة. 77 خذوا بطولة الشامبيون ليج، 78 حافظوا على بطولة الشامبيون ليج، 77 بوب بيزلي القدر ما وقف سبحان الله، يعني ما صار نصيب له خلينا نقول، لأنه هو كان يتمنى يحقق الثلاثية. فاز ببطولة الدوري، خسر يوم السبت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد بهدف ماكليرن جاب الجول وفاز يونايتد بالبطولة. ويوم الأربعاء لعب مع ميشن جلادباخ في روما على بطولة كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري، فاز 3-1. هذه الإخفاق اللي حقق ليفربول حقق يونايتد 99. يونايتد فاز ببطولة الدوري، ويوم السبت فاز على نيوكاسل في الكاس 2-0، ويوم الأربعاء فاز على باير ميونخ بهدفين مقابل هدف واحد، فاز بالبطولة. فحقق ثلاثية. وذاك اليوم الصباح ثاني يوم أطلق لقب السير على السير أليك فيرسون بعد فوز. الحين ظهور السير في هذه الفترة أبو محمد، هل تعتقد أن مثل ما تفضل بعض الزملاء، هل تعتقد أن النادي يعني سيتأثر بشكل كبير أم سيظل النادي يستمر يحقق البطولة وينافس بقوة؟ لأن احنا سمعنا عن أن روني طلب الرحيل من نادي مانشستر، والبعض ذكر أنه يعني كيف حيكون نادي مانشستر يونايتد بدون السير على مقاعد الاحتياط. يعني أنا شخصيا أنا يعجبني بديفيد مويس، مدرب قوي، مدرب له شخصيته في الملعب ولا شخصيته القوية على اللاعبين. درب نادي ما عنده إمكانيات ومع ذلك قدر يحافظ على المراكز 7 الأولى طول الموسم، بدأ من 2002 لحد الآن.
ايفرتون، يعني كان في يوم من الايام ايفرتون 85 87 كان بطل الدوري في انجلترا، لكن مثل ما قلت لك يعني الانفاق قليل عنده، ما عنده فلوس، ما قدر يسوي شيء، لكن المدرب فرض شخصيته، وانا اعتقد انا شخصيا يعني اعتقد انه اختياره في محله، يبقى عاد على اداره النادي، هل بتعطيه مال يقدر يشتري لعيبه؟ مع الاسف دكتور احمد اليوم ما عادت الكره مش زي زمان، انه والله بتطلع براعم، بتهتم فيهم، بتسوي، ما في اليوم فلوس تدفع كم لاعب بيجيك. لعيبه اليوم ما يتكلمون على 200 و220. بس هل هذا شيء ايجابي او شيء سلبي؟ لا سلبي. انا تسالني اقول لك سلبي، الانديه تنضر. يعني الان المستفيد اللاعب، لكن الانديه كقاعده ما لهم فرصه يعني. حتى احنا يعني كجماهير ابو محمد نتابع لاعب ونحبه في نادي معين، ما انتقل راح نادي ثاني. من انضر؟ ايوه من اللي انضر منتخب انجلترا، عمر منتخب انجلترا اخذ بطوله؟ لا طبعا ما ياخذ، ما يسوي، يطلع بطولات اوروبا، يطلع برا كاس العالم، يطلع برا، ما يسوي شيء، لان الدوري الانجليزي رغم انه امتع دوري في العالم، انا في رايي يعني احلى من الدوري الاسباني. لما ابو محمد قبل نطلع النقطه هذه، لما تتابع من هو المعلق الان؟ قناه ابو ظبي الشقيقه الرياضيه هي اللي تنقل الدوري الانجليزي في الفتره السابقه خلال السنوات الاخيره، من المعلق اللي يطربك؟ والله كلهم، انا ما عندي تفرقه. ايش رايك فارس عوض؟ والله نعم، في فارس ابوه صديقي من اعز اصدقائي وزميل كان معي في الجامعه، وفارس مثل ولدي وانا احبه ويجيني يمر علي دائما، لكن انا احبهم كلهم والله واتمنى لهم التوفيق، وانا يعني ما اقدر اقول فلان، كلهم والله مجتهدين وبيض الله وجيههم وكثر الله خيرهم والله يوفقهم، سواء الموجودين في قناه ابو ظبي او الموجودين في قناه الجزيره او الموجودين في قناه الكاس، يعني كلهم فيهم البركه، يعني الله يوفقهم. بس انا زعلان عليكم في قناه الكاس حقيقه. انا في معلق انا احبه، وايضا حقيقه انا زعلان يعني ما اعطوه فرصه يروح كاس العالم، وهو الكابتن احمد الطيب. يعني احمد اليوم من خيره المعلقين العرب، وهو يعلق في الجزيره. لا كاس العالم ما علق، الدوري الابطال يعلق. ما انا اقول لك على كاس العالم، هاي يعني يمكن من الجزيره ما ادري، يعني ما ندري احنا انا ناشدكم يعني انتم يعني لازم تعطون فرصه. يعني اعتقد وجود احمد الطيب سواء في الجزيره او في الكاس هو مكسب للجمهور، صح؟ وانا اتمنى يكون انا في كاس العالم في جنوب افريقيا تمنيت يكون موجود، بحثت عنه ان شاء الله 2014 يكون موجود ان شاء الله. رئيس التحرير محمد عنبر مجهز لك لقطات لفارس عوض وهو يعلق على مباريات مانشستر يونايتد، نسمع فارس عوض ايش قال عن السير. السير يظل هو السير، يظل هو السير مهما مرت السنوات. هذا المدرب اللي في تاريخه كان اكبر مبلغ انفقه لجلب لاعب اليونايتد 30 مليون باوند لضم بيرباتوف، كان اكبر مبلغ انفقه، اكبر نتيجه حققها في تاريخه في 26 سنه، الفوز 9-0 امام إبسويتش في العام 95، احرز في تاريخه 1988 نقطه في البريمير ليج. يا ساتر يا الله. يقولون ايضا ضمن تاريخه ان استخدم ما يقارب ال2000 علكه، ال2000 علكه اثناء مباريات اليونايتد. نعم هذه ضمن التاريخ ايضا، ضمن التاريخ ايضا. هو الثابت، هو الثابت وهم المتغيرون وهم المتحركون. اكثر من 250 مدرب مروا على تاريخهم في تدريب البريمير ليج. تتكلم عن امور كثيره تغيرت في ظل تواجد المدرب فيرغسون. 5 رؤساء للولايات المتحده الامريكيه في ظل تواجد سير أليكس فيرغسون. 5 رؤساء وزراء في بريطانيا. 7 مدربين لليفربول منهم كيني داغليش مرتين. 18 مدرب لتشيلسي. 19 مدرب للمان سيتي. 14 للريال. 19 للانتر. 14 لليوفي. 14 مدرب لبايرن ميونخ. 13 مدرب للميلان. 11 مدرب لبرشلونة. كل ذلك حدث ومان يونايتد بمدرب واحد هو السير أليكس فيرغسون. نعم هذا السير أليكس فيرغسون 26 سنة احتفل فيها بالأمس بإزاحة التمثال. ماذا عساه أن يفعل اليوم السير أليكس فيرغسون؟ هذا هدفك، هذا هدفك، من بديل إلى بديل. هذا هو السير، رفقا بالتاريخ يا سير، رفقا بالتاريخ يا سير. إنه يحتفل بطريقته من تغيير إلى تغيير. هذا هدفه، هذه فرحته، يقول وأنا فعلتها. يمكن ابو محمد فارس الله يعطيه العافيه صراحه امتعنا باسطوره، يعني يمكن السير يستحق كل ما قيل عنه.
انا بعثوا لي التقرير هذا، شفته قبل يومين، ويومين او امس شفته، استغفر الله، امس شفت تقرير، وحقيقه فارس معلق ممتاز ومحبوب، والله سبحانه وتعالى اعطاه هذه الكاريزما، يعني الله سبحانه وتعالى قرص محبته في قلوب الناس، والله يوفق الواحد الله بالتوفيق. اخ عزيز، وسبقا عملنا معاه في قناه بس انت تكلمت عن ايجابيات، ما تكلمت عن سلبيات السير. نتكلم عن السلبيات، هو احنا جايين نتكلم عن اخطاء، يعني خلينا نقول وش اخطاء؟ شنو اخطاء؟ يعني اكبر خطا لما تعاقد مع فيرون، جابه من لازيو، انقلع عقد مانشستر يونايتد ب 28 مليون جنيه، ما فاد بشيء، بعدين اضطر يبيع على تشيلسي بمبلغ زهيد. انا رايي ايضا برباتوف لما جابه من توتنهام 35 او 30 مليون جنيه استرليني، ما سوى له شيء، اضطر يبيع على فولام ب 5 مليون جنيه. يعني الرجل لا اخطاء، هذا مش عيب في كرة القدم تصير، هو لا يعني راهن على مجموعة راهن على لاعبين ما قدر يجيبهم، ما قدر يسوون له شيء، خذلوه، طلع مستواهم جدا متواضع، انفق فيه يعني 28 مليون جنيه ينفق في لاعب، و30 مليون جنيه مش مبالغ سهله، يعني انت تجيب لاعب، يعني على سبيل المثال هو نجح في رونالدو نجاح ساحق، طلعه من يوم ولد صغير جابه وباع ب 80 مليون، دفع اعتقد 8 مليون دولار او 9 دفع له، ايوه دفع لما اخذ مبلغ بسيط، 8 او 9 او 10 مليون، لكن دفع له 80 مليون من ريال مدريد، بينما مقابل الباقي اللعيبه ذول اندفع فيه مبالغ زهيده، ويمكن بعد ما كانوا يبغونهم، يعني كانوا بيتحولون عالة عليه. ففي اخطاء تصير في كرة القدم، وهذا امر طبيعي، لكن احنا نقول دائما ان الايجابيات تغطي دائما على السلبيات وتخفيها، وهذه بتميز النجاح، دائما النجاح له يقول لك 1000 صديق و1000 حبيب، صحيح، والاخفاق ماله. محمد السير أليكس يقال ان السير عنده اسيستنت، يعني مساعدين، حدود 17 مساعد، وهو مجرد يشرف، لا يحضر جميع التدريبات يعني، ويحضر مباريات طبعا، ولكن هو اشراف وتوجيه فقط. يمكن هذه الشغله اللي خلته يستمر طول هالفتره. انا هذه معلومه ما اعرفها، لكن انا متاكد وعارف 100% يعني انه هو الاب الروحي، هو القائد، هو المدرب، هو اللي تكتك وكل شيء عنده، هو اللي مسيطر سيطره كامله. يعني شخصيه هذا الرجل فرضت احترام مع النادي كله، يعني لو سالت اي واحد في العالم اليوم من هو رئيس مانشستر يونايتد ما يعرفونه طبعا، ما حد يعرفه، منو سكرتير نادي ما يعرفونه، لكن السير لو سالت منو مساعد السير ما يعرفونه، منو مدرب الحراس ما يعرفونه، لكن هو شخصيته طاقيه، ففرضت احترامه وفرض يعني روحه فرضها على الجميع، فصار له هل يعني هذا السؤال، هل مانشستر يونايتد اخطا انهم لم يحضروا البديل ليكون معاه كمساعد، هو من مثل ما عمل مثلا برشلونه؟ هو بعد الفوز بكاس اوروبا سنه 99 اعلن موسم 2002 بيكون اخر موسم له، صحيح، وانه بيعتزل بعد ذلك، لكن حلاوه النجاح اللي قاعد يتحقق، لا الجمهور قبل ولا الاداره قبلت ولا اللاعبين قبل ولا هو في النهايه قبل، فرضخ لرغبتهم واستمر مع هذا الفريق. السنه ذي اعتزاله مفاجئ، لكن في نفس الوقت اعتزاله يعني جاب بطولة الدوري قبل نهايته ب4-5 أسابيع، وهذه يعني مو شيء بسيط. ووجود منافس قوي مثل مانشستر سيتي صرف عليه مبالغ خياليه. لا يعني مانشستر سيتي مع الاسف السنه دي ما جاب الظن اللي احنا نبغيه، يعني بس هو كفريق خسر مباريات ما كان المفروض يخسرها، بعض اللاعبين ما كانوا بالمستوى، يعني امس انا اعتقد اخطاء فنيه صارت في مباراه الكاس، اخطاء فنيه من المدرب، يعني يحيى توريه كان عليه رقابه شديده، وزيكو كان جالس على البنش على الاحتياط، ما ادري كان مصاب او شيء، تبديل كان خطا، التبديلات اللي صار طلع لعيبه جيدين دخل مكانهم لعيبه متواضعين امكانيات، فانا اعتقد انه كان خطا تكتيكي فني هو اللي ساهم ان الفريق يخسر البطوله، لكن سيتي هذا الموسم ما كان بالصوره اللي انا توقعتها، العام كان بطل الدوري. ولكن سيتي ابو محمد دام هناك اداره واعيه ودام هناك المال موجود سنرى سيتي يرجع وبقوه طبعا. هو عاد هل حيبقى منشينه وحيمشي؟ لان الكلام الان في كلام انه حيمشي، هذه يعني اعتبر على ما ادري الامر عن القرار عن خلدون المبارك وتوجيهات الشيخ منصور في احنا رحنا حق الجمهور وسالناه عن هل هذا خطا كبير ان مانشستر يونايتد لا يجهز البديل للسير او لا. نشوف التقرير ابو محمد مع بعض ونرجع له. شايف لو مويس ممكن يدي نتيجة أكتر، يعني هيقوم الفريق، يعني لو في أداء أحسن ولا حاجة، وكده كده مانشستر منظومة قوية يعني مش ضعيف. أليكس فيرجسون هو رمز 26 سنة
فيهم اكثر من 30 لقب، رمز البلاد كامله ورمز الدوله كامله، وهذاك علاش هما حتى في الأولترافورد عاملينه تمثال. دونك ينجم يتاثر برشا، مي باش ينهار ما ينهارش. عمل ثورة في مانشستر وزرع فيهم روح، وزرع فيهم تقاليد باش مانشستر يونايتد من عام 86 قعد مانشستر هو بيدو، حتى الامور الاداريه كان يدخل فيها اليكس. معتقد فريق بحجم مانشستر يحط مساعد مدرب، لازم يبون مدرب عنده خبره، درب انديه يعني خاض تجارب جاب بطولات. وانا اعتقد المدرب اللي هم حطوه مويس ممكن، انا عارف اجواء الدوري الانجليزي، هو من قبل اعتقد امل في مانشستر ما بينهارون. والدليل انه قبل يعني ما قال اليكس فيرغسون انه هو بيرحل، حطوا لنا اللي هو مويه، ومويه طبعا انتم كلكم تعرفونه، طبعا ما اخذ بطولات، لكن ما اعتقد انه هو بينهار يعني مانشستر يونايتد. يمكن راح يصير تاثير طفيف فقط، لا اكثر ولا اقل، لان في لعيبه كبار في مانشستر يونايتد. ما اعتقد انه نادي مانشستر راح يصير لديه بعض المشاكل اذا ابتعد فيرغسون. هو بالفعل قامه كبيره ومدرب كبير، واعتقد انه ما في احد يستطيع ان يعوض تلك الخبره الا من سيخلف السيد فيرغسون، وهو السيد مويس اعتقد اللي هو مدرب ايفرتون. اعتقد انه سوف يخلف هذا الرجل، لانه بين قوسين هو ابن ذلك الرجل ومن مدرسه فيرغسون، واعتقد انه تشبع وعرف جميع المعلومات الخفيه التي يملكها فيرغسون، واتوقع انه سوف ينجح. بكم مرة أخرى. ممكن البعض تفاؤل والبعض تشاؤم، ولكن أبو محمد يعني أحيانا منظومة وسيستم موضوع وفريق جاهز، تعتقد أن المدرب هنا سيمشي على نفس الطريق اللي مشى عليه السير؟ هو أنا باعتقادي ما تنتظر منه أول سنة، يمكن أول سنة روح الفريق وقدراته وإمكانياته حتخليه يستمر، وفريق ممليء بالنجوم. أنت تتوقع عقب 3-4 سنين إذا استمر ديفيد مويس كمدرب لنادي يونايتد، هل يعني الخطط اللي حيحطها، اللعيبه اللي حيستثمر فيهم، اللي حيجيبهم، اللعيبه الصغار اللي حيطلعهم، يعني انا لو وجهه نظري انا اعتقد يعني لو كنت انا مستشار عنده على سبيل المثال، انا اقول نجاحك بيكون في اكبر قدر من اللعيبه الانجليز الموجودين في النادي تطلعهم يلعبون. يعني انت لازم تبدا، بس الان انت اخذت بطولات ما شاء الله، تشبعت كل بطولات، الان نبي تصنع فريق ايضا محلي، يعني فريق فيه نجوم انجليز شويه، مش كلهم محترفين جايبين من برا، وشان هذه ترى عمليه سهله، انت عندك فلوس تشتري احسن لاعب تجيبه وتحطه وتستثمر فيه ويمشي يعني. لكن نبغى نطلع بلعيبه يعني مواطنين يطلعون عندك، وهذه رساله كبيره تقدمها الانديه الكبيره، رساله مهمه للمجتمع. فانا اعتقد يعني ديفيد مويس او غيره واداره النادي عليه تفكر في هذا المنهاج. صحيح الجمهور ما يرحم، جمهور سيكون هناك توقع من المدرب هذا انه هو يعني. دكتور احمد خلينا انا اقول لك قصه واحده صارت، انا تعرضت لها شخصيا في 2005 2004 2005 الموسم يعني 2004 2005 كنت في لندن، وكنت طالع من محل برجع الفندق في الليل، فعلى الساعه تقريبا كان علينا يوم الاربعاء اتصور، فالساعه 9 9 وشويه يعني 10 الا، وانا في التاكسي ركبت تاكسي، فالتاكسي كان سايق سنغالي اتذكر، فاخذني بالسياره كان مشغل الراديو يسمع نتائج المباريات، فوانا في السياره قال لي اقول له تحب كره القدم؟ قال لا انا احب كره القدم جدا. قلت له النتائج ايش اليوم؟ قال لي كان الارسنال يلعب، قال ارسنال فايز وكذا وذي، فانا شفته ركز على الارسنال، فاقول له انت اي نادي تحب؟ قال انا ارسنال. قال لي انت تحب الكره؟ قلت له والله انا احب كره القدم جدا. قال لي اي نادي تحب؟ قلت انا احب مانشستر يونايتد. والله يا وقف بريك، ضرب وقف سياره وقف سياره والتفت علي قال لي انت مسلم؟ هذا اللي قال لي انت يعني شكلك عربي مسلم؟ قلت له انا مسلم. قال انا مسلم مثلك، انا من السنغال. هو قال لي شيء، شلون انت مسلم تشجع الشياطين؟ احنا كمسلمين نكره الشيطان ونحارب الشيطان، كيف انت تشجع الشيطان؟ تفكير وين؟ يعني كيف شيطان؟ قال لي هذا مو باسم ريد ديفلز، الشياطين الحمر، هذا الشياطين كيف تحبهم؟
ما تحبهم. هذا يعني دخل معنا صراحه لطف الجو. انا بتوصل يا ابو محمد. قلت له معلش لك كوره واحنا ما نعطيها اكبر بالحجم، بس وصلني المشكله احبها تنزلني في الشارع. فكان اراويك التعصب فيهم الى هذا الحد. فانت يعني الجمهور لما يمارس ضغط على المدرب او الضغط على الاداره مشكله. اليونايتد لما انباع في 2005 النادي الوحيد في العالم اللي صارت مظاهرات مسيرات بالالاف ضد بيع النادي. الجمهور كان يقود مسيرات ومظاهرات ما يبغى النادي ينباع، كانوا خايفين ان هذه العائله لما تشتريه كانوا متعقدين من تجربه ليفربول لما اشترى المستثمرين الامريكان الاول الاثنين هاكس والثاني، وكيف هبط النادي وكيف صارت عليه مشاكل لدرجه ان ابنائهم تعرضوا للضرب. ابنائهم على الكافي شوب في ليفربول لما دروا انهم عيال ملاك النادي انضربوا. لان الجمهور ما عاد يتحمل. تعصب انجليزي، الجماهير الانجليزيه طبعا معروفه احمد انا انصحك يعني دكتور انك تروح، لازم تروح مباراه دوري انجليزي بالذات. انا بنصحك روح اولد ترافورد وروح انفيلد. يعني لما تدخل انفيلد ملعب ليفربول يا اخي والله يعني الدمع تطب من عينك. سيشنز هي عندهم مش بس كوره يعني تدمع عينك حزنا على هذا الجمهور العظيم. هذا كيف الفريق دي ما يفوز ببطوله؟ ليفربول يعني هذا الجمهور اللي يهز الملعب. يو ويل نيفر ووك الون، هذا شعارهم كلمتهم اللي يرددونها دائما. حتى الفريق لو هبط، هذا الفريق اللي كان مهزوم 3-0 في نهائي تشامبيون ليج 2005 الروح اللي فيه خليته يتعادل ويفوز بالبطوله، وقدام من؟ قدام اي ميلان مش قدام فريق عادي. فيعني في انديه يعني انا اتصور يعني تحس متعه وانت تدخل ملاعب وتتفرج عليها. محمد الحين يعني يمكن امس او باقي مباراه واحده والسير ينهي مشواره طويل جدا، هل تعتقد ان هناك مدربين اخرين سيستمروا سيخطوا يعني سيكونوا مثل السير فتره طويله مع انديتهم؟ اي انا اتصور يعني في يقين يعني ارسن فينجر اعتقد انه حيستمر. يبدو لي يعني انه ما في النيه هو مدرب فرنسي ايضا. اي بس هو طول مع ارسنال ويمكن مسكين صار له الان تقريبا دخل في 10 سنوات من 2004 اخر بطوله اخذها ما اخذ بطوله، لكن والله الارسنال يلعب مباريات جميله جدا خاصه في الشامبيون ليج مبارياته. انا يعني اعتقد يبدو لي ظاهريا ان المدرب سوف يستمر. هو قد يكون المدرب اللي انا بعد المس فيه مدرب جيد بس يحتاج فرصه. مدرب ليفربول شاب صغير ويحتاج بس يعطى فرصه علشان يستمر. اما باقي الانديه وباقي المدربين والله يا اخي يعني الحين انا مثلا انتوني كونتي مدرب جوفنتوس يقول يعني ملل ان انا استمر في نادي اكثر من 2 أو 3. يعني تعرف بعض المدربين في الوقت الان صار المدرب احيانا بعض انديتنا تغير 3 مدربين في موسم واحد. يعني فالامور صار الناس مو بصبورين يا ابو محمد. لا تعالج الخطا بخطا. زمان في انجلترا في العشرينات والثلاثينات المدربين يستمرون بال 18 19 20 سنه ما يتغيرون بسهوله. يعني حتى مدربين منتخبات ما يتغيرون. يعني السير ألف رامزي من سنة 63 إلى 74 وهو مدرب منتخب إنجلترا. ما كان يعني سهل أنك تغير مدرب. يعني المدرب إذا أنت لازم تصبر عليه. أنت لا تعتقد أن يملك عصا سحرية حيغير لك الفريق في فترة وجيزة وتقول يلا واطلع. اصبر عليه شوي يعني. صح. هاي رسالة نوجهها لانديتنا ومنتخباتنا هنا. نتمنى منتخبات الخليج. لا ما توجهها. أنا لو كان الأمر في يدي، لو كنت مسؤول في اتحاد كرة القدم، أنا أجبر أي نادي يتعاقد مع مدرب أقل شيء 2 ما يستغني عنه. موسمين أقل شيء. يعني في الشرط لا إدارة النادي إذا هي تختار مدرب أنت المسؤول عن هذا الاختيار. أنت اللي رحت على المدرب وجبته، مو تروح تجيب لي مدرب عقب جماهير محمد عقب تكتشف ان هذا المدرب مش مدرب جيد. لا انت عندك السي في ما كل المدربين اقراها جيد، اعرف تجربتهم واعرف تاريخهم، بعدين تعاقد معهم. ما يصير تجيب لي مدرب عقب 6 شهور تقول له مع السلامه. هذه ما يصير. عقب شهرين صارت. ما اقول لك هذا خطا. ما يعني خطا. انت المشرف العام، انت اللي تدير كره القدم في البلد، انت اللي تفرض سياستك على الانديه. ولا والله ما لكم حق. النادي الان بعطيك ورقه توقع عليه، ملزم انت ان المدرب اللي بتجيبه تخليه عندك 2 اقل شيء. يعني اضعف الايمان 2. ما في مدرب في الدنيا بيطلع لك بعد 6 شهور او شهرين او سنه. هذه مستحيل يعني. صحيح. ابو محمد كان لنا الاخوان في تويتر، اشكر الجميع من ارسل اسئله على تويتر. حمد القحطاني يقول مجرد وجود الاعلام الكبير سعد الرميحي معاك يجعل الحلقه مفيده للجميع لما يمتلك من تجارب كبيره اثرت وساهمت في تاريخنا الرياضي. مشكور يا حمد على الكلام الطيب. راشد المهندي يقول سؤال راح يطرح نفسه،
لماذا لا توجد ظاهرة السير في الملاعب العربية؟ ما توجد يعني هذه احنا صراحة ما نقدر نقارن نفسنا خلينا نتكلم عن دول الخليج بالذات. احنا تونا في ألف باء كرة القدم، ما وصلنا لمرحلة ان احنا لما نوصل كأس العالم نقيم احتفالات ونفرح. لما نوصل فريق أي يتأهل عندنا احتفالات كبيرة، بعد ما فزنا بالبطولة ولا تخطينا الدور الثاني. فاحنا يعني الآن كرة القدم تسير، يبقي هذا دول سبقتنا ب500 سنة قدامنا، احنا نمشي خطوات. لكن أنا في يقيني واعتقادي أن مشكلتنا الاستعجال. احنا بنجيب نتائج بسرعة وما في صبر. طبيعة الإنسان يعني خلق عجولة، يعني الإنسان يبقي بسرعة يبي يحقق نتائج. والله احنا كمنتخب قطر يعني إنجازات من أروع ما يكون سويناها، الأشهاد الله. يعني احنا في 81 كنا بجدارة، والله لولا المطر يمكن يكون احنا بجدارة، يعني هاي إرادة ربانية فيها، حكمة ربانية من الله سبحانه وتعالى، لكن بجدارة وصلنا إلى المباراة النهائية لكأس العالم. احنا في 84 كنا قاب قوسين أو أدنى من ناخذ بطولة كأس الخليج، وكنا أحق فريق ياخذ كأس الخليج. 84 تأهلنا بجدارة إلى لوس أنجلوس، في 92 تأهلنا. يا حبيبي سنة 85 احنا يعني شيء بسيط خلانا ما نوصل كأس العالم بالمثل 89 يعني. كيف محمد؟ السؤال 97 بعد من الأخ عبد الله. هل تعتقد أن عدم صبر الإدارة على المدربين العرب خاصة الخليج هم سبة قلة وجودهم في الساحة؟ اي نعم صح، أنا أتفق وياك. أبو فايز الكواري يقول من أحسن لاعب قطري هذا الموسم وأحسن لاعب أجنبي من وجهة نظرك؟ والله يا أخي أنا أعتقد أن إبراهيم خلفان هو نجم الموسم. والأجنبي؟ والله الأجنبي راؤول أعتقد هو أحسن لاعب. بس بشكل سريع ناخذها بشكل سريع. ماجد مهندي يقول شكرا من القلب يا دكتور، ممتع ومقنع، ضيف جميل. ماجد مهندي صحفي كويتي من الكويت. محمد العبد الغني يقول لماذا لما نشوف نماذج مشابهة على الأقل في دولنا لمسيرة السير؟ لا صعبة صعبة جدا، يبغى لنا وقت طويل يعني. حتى يعني بعض المدربين اللي نجحوا بسرعة. أنا والله ودي أطول وياك لكن المخرج قال لي خلص الوقت. محمد كلمة أخيرة. أنا شاكر لك دكتور أحمد، وشاكر للقائمين على قناة الكاس، وأتمنى لكم التوفيق. وقناتكم قناة جميلة ممتعة. وعندي كلمة بس حابة أوجهها إخواني أعضاء المجلس، شوي يخفون العصبية، إن ما تكون عصبيتهم لهذا الحد. أنا في كثير أطفال يتفرجون عليهم وكثير شباب صغار يتفرجون عليهم، فأنا أتمنى دائما لهذه القناة الرائدة الجميلة اللي استطاعت أن تفرض نفسها. فتهنئة لك، تهنئة للأخ العزيز عيسى الهتمي، تهنئة للقائمين جميعهم على هذه القناة، ودعوات القلبية لكم بالتوفيق والنجاح، ومن نجاح إلى نجاح، والله يوفقك. وأنا شايفك مقدم برنامج ممتاز، شهادة يعني شد حيلك، المستقبل قدامك، أنت لسه شاب صغير، والله يوفقك إن شاء الله يا ربي. أستاذي الكبير سعد الرميحي، شكرا لك على تواجدك معي اليوم، أسعدتني وأمتعتنا. الله يوفقك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى الختام. الآن فريق الإعداد جهزوا كليب خاص للسير اليوم. تصبحون على خير، نشوفكم الأسبوع الجاي. Sir Alex Ferguson, a United champion, so many years the boss, and we adore him. Simply the best, united through and through. Forever we will be his Red Army. Born in Govan on the night of New Year's Eve, came a boy with dreams to be a champion, and the rest is history. Now he's left a legacy, and he will be remembered forever. Sir Alex Ferguson, a United champion, so many years the boss, and we adore him. Simply the best, united through and through. Forever we will be his Red Army. Like the greats from before and others we adore, Fergie keeps the Manchester tradition. We play all out
attack, and we're solid at the back, and that's what makes the club unite.